خليني أقولك حاجة يمكن أول مرة تسمعيها. لو انتي مش عارفة تحبي نفسك، ده مش ضعف ولا قلة إيمان ولا قلة شكر، ده غالبا لأنك اتربيتي غلط على فكرة الحب. انتي اتعلمتي تحبي غيرك بس محدش علمك تحبي نفسك. الفيديو ده مش تحفيز، ده كشف حساب نفسي، ولو كملتي للآخر هتقدري تفهمي ليه تعبانة حتى وانتي قوية. في أسباب كتيرة قوي لقلة حب الذات، وفي الفيديو ده هغطي معاكي أهم الأسباب اللي بتخليكي ما تحبيش نفسك، وفي آخر الفيديو هنتكلم في طرق تقدري تستخدميها لوحدك علشان تساعدي نفسك، وكمان عاملالك مفاجأة. نبتدي بالأسباب النفسية العميقة، ودي من الطفولة. كتير من الستات اللي بقابلهم في العيادة ما تحبوش حب غير مشروط. يعني ايه حب مشروط؟ حب مشروط يعني لما سمعتي اسمعي الكلام عشان احبك، اطلعي الاولى علشان احبك، ما تغلطيش علشان احبك، خليكي مؤدبة عشان احبك، او كان عندها نقد مستمر، انتي مش كويسة، انتي مش حلوة، انتي مش فالحة، او دايما احساس ان هي غلطانة. تعيشي في وضع البقاء ده بيخليكي مكسورة. فالطفلة اللي جواكي اتحبت بشرط، فبتكبر بتكون ست بتجلد نفسها وحاسة بالذنب على طول. تاني سبب العلاقات اللي كسرت حب الذات، علاقات باردة، خيانة أو إهمال، دور المنقذة اللي على طول بتلعبيه، انت بتبقي قوية على حساب نفسك، انك تتحبي علشان اللي بتقدميه مش اللي انت عليه. ففي ستات اتحبت لما تعبت واتسابت لما احتاجت. يا ترى بقى المجتمع والثقافة أو الجرح الاجتماعي عمل فينا ايه؟ دي نقطة بتكسر الدنيا في مصر. تمجيد التضحية، انتي أصلك زوجة، استحملي، تعالي على نفسك، عيب انك تشتكي، عيب تهتمي بنفسك، عقدة السن والجمال، أصلك كبرتي، ما ينفعش انك تعملي كده. نقف ونفكر في الحلول، وعايزاكي تفكري ان حب الذات عملية مش قرار. خليني أوضح لك حاجة مهمة قوي، إن حب الذات مش جملة بنقولها، مش تأكيدات ولا توكيدات، مش صورة على الانستجرام. حب الذات عملية علاجية، والمرحلة الأولى فيها إن يبقى عندك وعي. يعني إيه يبقى عندك وعي؟ إنك تبطلي تكرهي نفسك من غير ما تاخدي بالك. أيوة، من غير ما تاخدي بالك. يعني ايه برضو؟ يعني تعرفي امتى بتجلدي نفسك، تسمعي صوتك اللي جواكي، امتى بتسكتي على اللي يوجعك، امتى بتقولي ماشي وانتي عايزة تقولي لأ. ستات كتيرة قوي بتقول انا عصبية. لأ، انتي مش عصبية، انتي مجروحة ومجهدة. نعمل تمرين بسيط جدا في الحتة دي من دلوقتي ولحد بكرة. راقبي جملة واحدة بس، جملة اللي بتقوليها لنفسك وانتي غلطانة. تكتشفي قد ايه الصوت قاسي، كأنك ماسكة جلاد لنفسك. الوعي مش جلد، الوعي ضوء بتنوريه على نفسك. المرحلة التانية انك بتبني علاقة جديدة مع نفسك. إعادة بناء العلاقة مع نفسك. انتي علاقتك بنفسك محتاجة إعادة تعريف، لازم تتعرفي على نفسك أكتر. حبة أسئلة تسأليها لنفسك. بتكلمي نفسك إزاي؟ بتسمحي لنفسك إنك تغلطي ولا لأ؟ بترتاحي ولا بتجلدي نفسك وقت الراحة؟ لأن كتير قوي من الستات متعودة تكون قاسية مع نفسها باسم طبعا إنها قوية. فإعادة البناء معناها انك تتحولي من قاضي لإنسانة، من انك تبوخي في نفسك لتعاطف، من جلد الذات لاحتواء. انت مش محتاجة تبقي لنفسك، بس محتاجة تبقي أمان لنفسك. لو حتى انت بترجعي لنفسك بتلاقي تلطيش، يبقى الناس اللي بره تعمل ايه؟ عايزاكي تسألي نفسك، لو بنتي في نفس الموقف ده هكلمها ازاي؟ علاقة مع النفس
علاج مش استنزاف. المرحلة اللي بعد كده انك تعملي حدود ويبقى عندك تعاطف مع نفسك وتشفي. من غير حدود حب الذات بيبقى مجرد كلام. خلينا نركز على الحدود. الحدود مش معناها ان انا اشرح ولا برر ولا اعتذر. الحدود بتقول ده اللي اقدر عليه وده اللي لا او ما اقدرش عليه. مثلا مش هكمل نقاش بيكسرني، مش هدي وانا فاضية، مش هعمل اللي انا مش مرتاحة ليه. التعاطف الذاتي هنعمل ايه؟ في التعاطف الذاتي اللي هو مش دلع اصلا وعلاج عصبي حقيقي، انك تفهمي ليه انت تعبانة، تتحكمي في نفسك لما يبقى عندك ردود فعل. انت ما كنتيش ضعيفة، انت كنتي بتحاولي تعيشي. تالت حاجة الشفاء. الشفاء بقى مش نسيان، الشفاء فعلا انك تفهمي ليه اخترتي اللي اخترتيه، ليه سكتي، ليه استحملتي، ليه جيتي على نفسك. الفهم بيحرر، بيديكي وعي، والوعي بيديكي حرية. عايزاكي دايما تفتكري ان حب الذات مش أنانية، ومش انك تبقي احسن. حب الذات انك تبقي اصدق مع نفسك، تكوني صريحة وامينة معاها، تطبطبي عليها. وعلشان كده انا عايزة اساندك واساعدك في الرحلة دي. عملتلك ايبوك مجاني هيقدر يساعدك في نفس الخطوات اللي انا استعملتها وقت ما جيت واشتغلت على نفسي، واللي لسه بستعملها في الجلسات مع الستات الكتيرة اللي أنا بشتغل معاها. ولو حاسة إن بعد الإيبوك ده لسه محتاجة دعم، فأنا موجودة. تقدري تبعتيلي رسالة لطرق التواصل معايا موجودة تحت الفيديو.